السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني اوي 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 اوي. متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. تعالي بقى ووفري ودبري في بيتك كده وأقل حاجة وأقل سعر. الإزازة ديت ب40 جنيه، أنا مش بعمل لها والله إعلان ولا أي حاجة، وكلكم عارفينها. إزازة دوني من عند أي عطار فاتح عطارة، ازازة دوني مركزة. انا مش هقول الاسم اللي عليها، معظمكم اكيد عارفة، هي منتشرة اليومين دول عشان ما حدش يقول ده انا بعمل لها اعلان ولا حاجة. ازازة الدوني ديت الشاطرة فيكم تلقط الاسم اصلا. ازازة الدوني ديت مركزة. شوفوا انا يا دوبك حطيت بس بق مية صغير في قلب الازازة، شوفوا تقل ازاي، تقلت وانا بنزلها من قلب الازازة. انا المفروض الازازه ديت بتتحل في 8 لتر ميه، بصراحه انا حليتها في 10 لتر ميه، لان زي ما انتوا شايفين كده وهتشوفوا لسه معايا. انا قعدت ادوب بالمعلقه ماشي بعد ما حطيت الميه فوق منها، مخرزه لسه ولسه تقيل من تحت، عايز تقليب جامد جامد جامد. بصراحه انا كان دراعي وجعني من كتر التقليب، انا بقيت اوقف الكاميرا واقلب اه واعمل بايدي شويه، لا بالمعلقه شويه، ولسه هجيب المضرب كمان اعمل بيه برضو. يعني بصراحه بقيت تهبط جدا من كتر التقليب، عايز تقليب جامد، عايز تقلبي جامد تقلبي جامد عشان يتحل ويدوب. اسمها هايلوكس ومش هقوله تاني. افضلي قلبي 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 فيه. وعامله لكم برضو، هعمل لكم برضو فيديو بتاع الصابون السائل برضو، هنزله لكم بعد ده على طول. برضو يعني الازازه دي شوفي ب40 جنيه، دي عملت لي كميه 10 لتر، يعني توفير جامد بصراحه ليا. وريحته بسم الله ما شاء الله، ريحته جميله جدا جدا. انا ما عملتش الفيديو اهوت ولا انا بمنتج الفيديو بعد ما جربته واستعملته الاول في الهدوم ماشي، وريحته جميله. وبأقل حاجة بتعملي في بيتك حاجتك عندك في بيتك، بدل ما كل شوية هتنزلي وهتشتري وكده، لا. اهو هنا بقى انا جبت المضرب وقعدت اقلب بالمضرب اللي بدأ يتقل معايا، ان كل ما بقيت الاقيه بيتقل معايا بصراحة بقيت ايه اريح ايدي شوية. الازازة دي كان لسه فيها بصراحة. والمفروض انا ما كنتش دلقت فيها مية، كنت طلعت كل اللي في قلبها الاول لان كان لسه فيها برضو. اهو هنا بقيت قاعدة اقلب اهو بدأ يتقل معايا، وكل ما هتقلبي كل ما يتقل معاكي. بقيت ازود المية لما بقيت الاقيه يتقل معايا ويوجع ايدي، بقيت ازود مية عشان اخف عشان ايدي ما توجعني. وبقيت حاسة يعني كل ما بزوده مية كل ما بيتقل، يعني سبحان الله. ازازة صغنطوطة زي دي تعمل الكمية دي. شوفي كان تقيل معايا ازاي، كان تقيل جدا لدرجة قسمته على قصعتين صغيرين. طبقين بقى، انتوا بتقولوا عليها طبق اسعى بقى براحتكم. انا قسمته وبقيت ازود تاني لانه كان لسه كده وهو تقيل كده، كان لسه محبب، والمفروض الحب اللي فيه ده يدوب، فزودته بقى ميه اهو. ده سمكه وهو تقيل بس محب، زودته بقى ميه كل الحبيبات دي اتفكت وبقى حلو. وعبيته في ازايز وبرطمانات وعينته اهو. دي الكميه هي كده خلاص اهوت بقى حلو، وانا حباه كده عن ما هو محبب بصراحه. كده داب وبقى جميل. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.